السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بصحة وخير وسعادة. وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا النهاردة بقى نعمل مع بعض احلى شوية محشي ممكن تاكليه بتسبيكة تحفة وكم تركاية كده في الفيديو. تابع الفيديو للاخر هتعرفيهم بجد، هيفرق معاكي اوي في طعم المحشي. اول حاجة كده معانا حلة على النار هننزل فيها بكمية زيت كده حلوة، ومعاهم 3 4 معالق سمنة. بالسمنة والزيت مع المحشي بيخلوا طعمه بجد جميل اوي. ولو عندك حتة دهنة كده حطيها معاهم برضو بتدي طعم حلو اوي للمحشي. لو مفيش خلاص هنزل بقى عليهم بقى ب3 4 بصلات كده كبار مفرومين في الكب فرم وسط، لا هو ناعم ولا خشن، عشان المحشي عايز البصل يكون ولا هو ناعم ولا هو خشن. اول ما الزيت يسخن بنزل عليه بالبصل واقلب بقى كده تقلبتين 3. اما البصل يبدأ يدبل كده ويغير لون بيكون معايا بقى نص معلقة توم مهروسة بتنزلي بها برضو عشان تاخد طعم كده وريحة، بتخلي برضو المحشي طعمه جميل. انا بشكركم جدا يا حبايبي على دعمكم ليا وتعليقاتكم الجميلة، يا رب ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يخليكم دايما كده وتبقوا نعمة في حياتي. بجد القناة بتاعتي كبرت بيكم وكبرت معاكم، وان شاء الله نكون دايما كده مع بعض مستمرين. ولو حد بقى اول مرة يشوف قناتي ياريت يشترك فيها ويدوس على علامة الجرس عشان لما انزل اي فيديو جديد ان شاء الله يجيله بها اشعار. كده حطيت التوم اهوت وقلبت التوم مع البصل، لازم تقلبوهم كده مع بعض شوية. وهنا معايا قرن فلفل احمر وقرن اخضر مقطعهم مكعبات صغيرة بتنزل عليهم برضو معاهم مع البصل. لو سبايسي كده وحراق بيخلي طعم المحشي جميل قوي. لو عندك اطفال وما بتحبش الحاجه حراقه خلاص ما حطي عادي، ما تحطش حاجه حاميه. هنحط دلوقتي ملح ونص معلقه كمون ونص معلقه كزبره ونص معلقه فلفل اسود، وتقلبيهم برضو مع البصل والفلفل بيخلي طعم المحشي جميل. والريحه تطلع بقى كده تملى الشقه والله، وتجيب لك اخر الشارع. كده خلاص البصلة بقت حلوة معانا. هنا ننزل بقى بالطماطم وتقلبي بقى كل 5 دقايق كده ايدك فيها على طول تقلبيها لغاية لما توصل للون الاحمر الجميل ديت، والزيت كده يطلع على وش التقلية كده. يبقى كده خلاص الطماطم بتاعتك اتسبكت وبقت زي الفل. تطفي بقى وتعالي بقى نشوف اول تركية معانا اللي بتغير معاكي طعم المحشي قوي. كده خلاص الصلصة بقت حلوة اهي. دي بصلة مبشورة بشر ناعم عليها نص معلقة فلفل ونص معلقة ملح ودعكوهم كده مع بعض واركنيهم بقى. دلوقتي تعالي بقى نحمص البهارات على نار هادية كده، بتخلي المحشي حلو اوي وريحتها كده بتبقى جميلة. معانا معلقة كبيرة بهارات محشي ومعلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة 7 بهارات ومعلقة صغيرة كزبرة ومعلقتين ملح، وبتقلبهم برضو على نار هادية. اهم حاجة تكون النار هادية عشان البهارات بتتلسع بسرعة. وقلبي على طول ايدك فيهم ما تشيلهاش. دي بقى تحميصة حلوة اوي للبهارات، بتخلي طعم المحشي جميل. وبتتبلك بقى الرز كده وتخليه يعني بجد طعمه في حتة تانية خالص. جربي بس على الطريقة دي وان شاء الله تقولي لي في الكومنتات لو عملتيه بالطريقة دي طلع معاكي عامل ايه. كده خلاص هو تتحمص بقى جميل. معانا الرز هنا غسلينه ومصفيينه حلو، مفيش فيه ولا نقطة مية. الرز الناشف مفيش فيه مية خالص. ننزل عليه كده بالبهارات ونقلب بقى. قلبي بقى البهارات مع الرز دي تتبيله كده للرز بيخلي طعم الرز جميل. يعني كده المحشي بيبقى كأنك كده متبله الرز كده من بالليل. معانا برضو هنا كمان تركية قرن فلفل احمر واخضر دقاهم مع فصين توم في الهون وتحطوهم برضو على الرز وتقلبي. وديت البصلة، يبقى البصلة والفلفل والبهارات المتحمصة 3 حاجات دول بيخلوا طعم المحشي بجد تحفة. وتقلبي بقى، اهم حاجة التقليبة دي. في الاخر بقى الخضرة اهي مغسولة ومتقطعة تقطيع ناعم نحطها برضو معاهم. كده قلبنا كل حاجة المحشي هو مع الرز. ننزل بقى بالصلصة. نزلنا بقى بالصلصة كلها كده يكون كمية صلصة حلوة عشان الرز يبقى احمر كده وحلو. وتقلبي برضو. دوقي بقى الرز دلوقتي كده ما تشبعيش منه، وريحته بقى وطعمه وبيبقى جميل كده. تعالوا بقى نلف مع بعض كده ورقتين 3. نجيب الحلة ونفرش فيها كده عنق الكزبرة والشبت. لو عايزة تحطي طماطم وفلفل عادي براحتك، بس برضو ديت بتخلي طعم المحشي حلو وجميل.
بتلفي اهو مقطعه الورق كده تقطيع حلو برضو مكعبات كده على طول، علشان يسهل معاك اللف على طول. تكوني مجهزه كده تقطيع الورق من قبلها وتلف على طول. هبقى انزل لكم فيديو ان شاء الله لطريقه تقطيع الورق الجميل دي. ما تمليش الصباع رز قوي عشان ما يبقاش محصحص معاكي، يعني شويه كده في النص ولف كده على طول. او كده وريناكم بقى عندما لفينا سطرين 3 وكده خلصنا. هو تعال بقى نحط كمية الشوربة، ما تغطيش اول سطر، حط كرنبين 3 كده وهز الحلة. اهم حاجة اول سطر ما يبقاش متغطي بالشوربة خالص، واول ما يغلي تهدي النار ويبدأ بقى يغلي براحته كده. هو معانا خلص اهو ما شاء الله زي الفل. يعني نشوفكم بقى ان شاء الله الفيديو الجاي على خير يا حبايبي.